والسلام عليكم وعاملين ايه يا اصحابي؟ النهارده هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا وهما المونتاج والانيميشن. طبعا ان اول حاجه جت في بالك هي اني اعلمك، بس مش هو ده هدف الفيديو. هدف الفيديو هو اني اوريكم عذابي في المونتاج والانيميشن عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. وبسم الله قلبي برميل بيحمل اهو يا جماعه. اول حاجه عامل بروجكت جديد، يلا بيحمل اهو يا جماعه. حرفيا واجهه قلب برميل مرعبه. خلينا نعمل هنا تكست، اختار بقى نوع خط. القهوه يا جماعه، ده عدد خطوط اقل من برنامج بيفوت انيميتور. حرفيا بيشتغل على بطاطس متوصله بشاشه. طيب عادي، نحمد ربنا. صح يا جماعه، في الفيديو اللي فات انا اتكلمت على ادوبي بريمير كتير، يعني الفيديو تشوفوه دلوقتي ده بيتمنتج في ادوبي بريمير. طيب يا جماعه انتوا شفتوا كتير عن ادوبي، تعالوا دلوقتي نشوف. طب دلوقتي يا جماعه الانيميشن هنا بقى نظامه بالانيميتور. طبعا انا بدأت تقول يعني ايه انيميتور، هقول لك يعني ايه انيميتور، بس قبل ما اقول تعالوا كده نشوف المنتدى. ايه ده يا جماعه؟ واللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ ازاي يعني كده؟ في حد مختار بيكرهني، في حد مختار تفاعل ضعيف، في حرام عشان بعمل لكم يعني رأي وعشان يعني باخد رأيكم ما تفاجئوني يعني. طيب عادي، يلا نرجع للانيميشن. بس اقول لك على حاجه، فيديوهاتي دايما قصيره جدا لدرجه اني ممكن اعمل فيديو تحت الدقيقه. فسبب ان فيديوهات قصيره يعني شوف بنفسك، التسجيل والكتابه والسكريبت صعب مش سهل زي ما انت متوقع يعني لو انت يوتيوبر وما كتبتش سكريبت تسجل وانت معتمد على كلامك على نفسك كده كلامك العشوائي يعني، فده ممكن يكون سهل ليك شويه، ولكن لما تيجي تمنتج وتقطع الصوت هيكون صعب عليك، لان هيكون تلاقي كلام درب داخل في بعض كده، عشان وانت بتتكلم بتتلخبط كتير وكده يعني، في الكلام غلط بيتقال، ففي المونتاج هيكون صعب عليك. عشان كده انا بعتمد على طريقه الكتابه. ويلا بينا نرجع للانيميشن دلوقتي يا جماعه. نبدا نحرك الشكل ده. وعلى فكره في حاجه وقعت مني، وهي ان نسيت اقول لك على نظام التحريك هنا عامل ازاي. يعني نظام التحريك هنا ببساطه هي انك لازم تحرك كده، وبس عارف ان الفيديو بعيد والمقدمه بعيد بسطرمه، بس عادي انا بستمتع لما بعمل فيديوهات ليكم. وصح نسيت اقول لكم على الموقع بتاعي، في حاجات رمضان وحاجات حلوه يعني، بقى في فعاليات كده، عامل في فعاليات ان شاء الله. وخليته كمان على جوجل يعني، ابحث عنه، اكتب نو جوجو 22 اللي ظاهر قدامكم، واسم الموقع يظهر لكم دلوقتي سائل عليه. وممكن ان شاء الله ابقى اعمل العاب تانية واعمل حاجات تانية يعني، واعمل تحديثات وحاجات كتير حلوه يعني. اشكر المصمم المحترف حواس تسليك. بس سلام.